السلام عليكم، أهلا وسهلا بيجي بقناة نكهات بغدادية. وصفتنا لهذا اليوم هي بانكيك الشوفان بطريقة كلش سهلة وصحية، وأكيد راح تضبط عندك من أول مرة. استخدمت 3/4 الكوب شوفان، ربع كوب طحين دقيق، طحين المعجنات. استخدمت بيضة واحدة بالطريقة هذه. نخلط كل المكونات بالخلاط حتى يصير عينة الشغل أسهل. حطيت ربع كوب زبادي أو روبة، إذا مثلا عندي زبادي تقدرين تستعملين الحليب. ملعقتين صغار كومباودر، ملعقة صغيرة فانيلا، زائد موستين. إذا لاحظتي هنا أنا ما راح أضيف سكر. نخلطهم خلطة زينة بالخلاط حتى تتجانس عندنا المكونات وتصير عندنا جاهزة للاستعمال. راح أضيف 7 حبة تمر، لاحظ القوام شلون صار عندنا، قوام لا هو خفيف ولا هو ثخين. طاوة خليت بيها زيت شوية، خليتها تحمى على آخر شي، وبديت أضيف الخليط بالطريقة هذه. راح أخلي كل الخليط بنفس الطريقة. الكمية صارت عندي تقريبا 7 قطع. من تبدي تطلع عندي فقاعات معناها بدأت تستوي عندي، فأنا راح أقلبها. تلاحظون شلون متحمصة بالطريقة هذه. راح أكمل كل الخليط بنفس الطريقة. أهم شي ما تخلونها تصير ثخينة حتى يصير طعمها طيب وتستوي من جوا. القطعة الأخيرة. هسه للتقديم راح أحط فواكه، تقدرون تستخدمون أي نوع فواكه يعجبكم وتحبوه. أنا أفضل أحط التفاح، موز، والآلو. قطعهم بشكل شرايح ناعمة. للتقديم راح أرتبهم بالصحن بالطريقة هذه. خلي قطعة واحدة فوق الثانية، ونخلي داير ما دايرهم الفواكه. تقدرين تضيفين دبس أو عسل أو مربى أو حتى زبدة الفول السوداني، كلهم ينطون طعم طيب وكلهم صحيات. بالطريقة هذه راح أرتب الفواكه داير ما داير الشوفان، بانكيك الشوفان. وعليكم بألف عافية يا رب. إذا كانت هذه أول مرة تشوفيني أتمنى تتابعيني وتشتركين بالقناة، تفعلين زر الجرس. عليكم بألف عافية يا رب.